لو فاكرين ان غادة عبد الرازق عامله حما صعبه في حدث بالفعل، ففي اللي اصعب منها في الحقيقه واخده اللقب كمان اصعب حما في العالم، إليزابيث دانكن. في سنه 56 وبالتحديد في كاليفورنيا دبت خناقه بين إليزابيث وابنها فرانك اللي كانت روحها فيه، وده لانه كان زهق من مراقبه امه ليه في كل حته بيروحها، حتى في شغله وهو بيترافع في المحكمه. وفي اليوم ده قال لها انه مش قادر يستحمل كل ده وهيسيب لها البيت ويعيش لوحده. واول ما قال لها كده جريت على اوضتها وبلبعت شريط برشام كامل عشان تخلص خالص، بس من حظها الاسود الموضوع باظ وودوها على المستشفى. ومن هناك هتبتدي كل البلاوي، لان فرانك اول ما شاف أولجا كوبزيك الممرضه اللي كانت بترعى امه إليزابيث قال لك باين حبيت على راي الهضبه. وطبعا إليزابيث قطع الحوار ده وقفشاه. فبعد كام يوم بعد ما خرجت بالسلامه راحت كلمت الممرضه اللي اسمها أولجا وقالت لها بقولك ايه يا بنت انتي، ابعدي عن ابني احسن لك، بدل وديني يا أولجا نخلص منك. بس مرايه الحب عاميه بقى. أولجا ما اهتمتش خالص بكلام ام فرانك وراحت اتجوزته وكمان في السر، بس على مين؟ مش على إليزابيث برضه. واول ما اتاكدت إليزابيث من الخبر راحت جاريه على بيت ابنها وحلفت عليه انه ما يباتش ليله واحده مع مقصوفه الرقبه اللي اسمها أولجا. وطبعا فرانك ابن بار وقال لها حاضر يا مامي وراح ماشي معاها. بس إليزابيث بقى تتهد وتسكت؟ طبعا لا، دي كلمت باربرا ريد صاحبتها وقالت لها ان أولجا بتخون المحروس ابنها وانها كمان حامل من راجل تاني وان عايزه باربرا تساعدها انها تخلص منها. بس باربرا ضميرها صحي وبوظت لها الخطه وقالت لفرانك. وبرضه ما يقستش إليزابيث، دي اتفقت مع واحد اسمه رالف وينتشتاين انه ينتحل شخصيه فرانك وهي تعمل فيها أولجا ويروحوا انجاجي سوا على المحكمه. وكل ده عشان يقولوا انهم مش طايقين بعض وانهم عايزين يتطلقوا. وبعد ما زورت الورق والبطايق وكله تمام الخطه نجحت وخدوا ورقه بابطال الجوازه دي. بس حتى ورقه ابطال الجواز دي ما شافتش غليلها، خاصه ان ابنها فرانك كان مصمم يستمر مع أولجا وقعد يتنقل من بيت لبيت، وكل ده عشان يبعد عن شر امه. وفضلت إليزابيث مصممه على انها تخلص من أولجا لحد ما لقت 2 رجاله مناسبين للمهمه دي، واحد اسمه لويس مويا والتاني اسمه جوس بالدونادو، والاتنين كانوا مخضرمين في الاجرام وجايين في اي حاجه. واتفقت معاهم إليزابيث على $6000 ادت لهم نصهم قبل العمليه والنص التاني بعد التنفيذ. وفي 16 نوفمبر سنه 58 اجر لويس وجوس عربيه وطبوا على بيت أولجا واللي كانت في الوقت ده حامل في الشهر السابع، ومع ذلك ما رحموهاش. ولما فتحت أولجا الباب لقت مويا بيقول لها انه صاحب جوزها وان هو معاه في العربيه بس كان فاقد الوعي نتيجه ان هو شرب كتير في اليوم ده. وطلب مويا منها انها تساعده عشان يخرجوا من العربيه ويدخلوا البيت. واول ما فتحت أولجا باب العربيه قام مديها مويا على دماغها وسحبها بالدونادو اللي كان قاعد في العربيه وعامل جوزها علشان ياخدوها جوه العربيه ويمشوا بيها. وبعد ما بعدوا عن البيت بمسافه كبيره نفذوا العمليه وتمت بنجاح. وبعد ما عرفت إليزابيث بنجاح العمليه بقت تبعت لهم شيكات بمبالغ قليله عشان خايفه حد يشك فيها لو خدت مبالغ كبيره من البنك، خاصه ان في الوقت ده كان بيتم التحقيق في القضيه دي. لحد ما فرانك اخد باله ان امه إليزابيث بتسحب فلوس بشكل متكرر، ولما سالها قالت له ان في ناس بتبتزها وبتطلب منها الفلوس دي. وطبعا فرانك قلق وراح بلغ الشرطه. وبعد فتره اتوصلت الشرطه لمويا وجوس اللي بعد التحقيق معاهم اعترفوا بكل حاجه، وفي الاخر الثلاثه اتحكم عليهم بالاعدام، وده بالرغم من مدافعات إليزابيث وفرانك عنها. والغريب ان فرانك عمره ما عاتبها ولا حتى زعل منها، لدرجه ان معظم الصحف وقتها اتكلمت عن ان ممكن يكون في علاقه مش ولا بد بينهم. وفي اغسطس سنه 62 اتنفذ الحكم في إليزابيث دانكن وشركائها عشان تخلص حكايه اغرب حما في الدنيا وتنول لقب اصعب حما في العالم. بس تفتكروا إليزابيث ممكن تكون مختلة او مضطربة نفسيا ولا هي مجرد ام متسلطة حبت ابنها بزيادة؟ ويا ترى في حد منكم قابل نوع من الحموات دي؟ اكتبولي وما تخافوش.